السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب، وبصحه جيده ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غنعاود ندير معكم الفقاس بريستيج بالكركاع واللوز ان شاء الله. كنت درتو معكم قبل في اليوتيوب غير بالكركاع، دابا غنديروه بالكركاع واللوز. كما كتشوفوا عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق مع واحد ساشيه د الفاني وخماره، وعندي كذلك هنايا البيض. كما كتشوفوا 3 ديال البيضات بالحجم الكبير بحرارة المطبخ. عندي نكهة الفاني. عندي 4 كاس ديال الزبدة حيوانية، وعندي نص كاس ديال الزيت، يعني المجموع غادي يكون كاس الا ربع ما بين الزبدة والزيت. عندي نص كاس ديال الحليب. عندي كذلك كاس ديال السكر حبيبات سنيدة. وعندي هنايا معلقة ديال الخل. وعندي هنايا غادي نكهو بواحد جوج ديال النكهات. عندي معلقة صغيرة عامرة ديال سكينجبير ومعلقة صغيرة عامرة ديال القرفة. عندي هنايا 350 غرام ديال اللوز اللي ممسوح ومنظف يعني. وعندي كذلك هنايا نص كيلو ديال الكركاع، هما كي كتشوفوا راه عندي جوج جبانيات. نص كيلو ديال الكركاع حتى هو اللي مسحته مزيان من داك الشوائب ديالو ونقيته. وهنا عندي واحد البيضة دايرة معاها سميتو، انا درت فيها بيض البيض عندي، ودرت معاه شوية ديال النسكافي. غنبداو على بركة الله ان شاء الله دابا في المقادير. بالنسبة لبنات المقادير اللي ذكرت معكم، هانتوما غادي تشوفوا يعني راه كل شيء موضح في الفيديو، راني ما مزرباش هنايا الفيديو. المهم هانتوما غادي تتبعوا مرحله بمرحله، يعني غادي نضيف المقادير ديالي تدريجيا. كل شيء موضح، يعني غنخليكم مع الفيديو باش ما تفوتوا حتى شي لقطه. يلا خليكم معايا ان شاء الله حتى نوصل للمرحله الثانيه. يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي، يا ليلى وصلت على نبي، ولا تلهيك الصلاة، يا ليلى وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد، يا ليلى وصلت على نبي، وبذكري الجلال
كما كتشوفوا البنات بعد ما جمعت العجينة ديالي يعني بالأصابع وصدقات عجينة متجانسة، دابا غادي نكور الحريبلات دياولي، ومن بعد غادي نطلقها على ورق ديال الطهي، حتى غادي نطلقها على سمك رقيق يعني ماشي رقيق بزاف ماشي غليظ يعني تيكون السمك الجهد اللي غادي نقدر نلويها ما تقطعليش العجينة، تتكون واحد نص سنتيم يعني هكاك، واحد 2.5 ملي سنتي، صافي وديك الساعة غادي ندهن العجين ديالي بأبيض البيض اللي عندي مع النسكافيه، وغادي نبقى ندير الصفوفة ديال الكركاع أو الجوز، ومن بعد غادي نعمر الوسط ديالهم باللوز اللي عندي، وفاش غادي نكمل يعني العجين كامل بالتستيفة ديالو، غادي نعاود ندهن من فوق داك اللوز والكركاع بأبيض البيض، وعاد غنحرب الحربول ديال الفقاص، خليكم معايا. يوم الحد خرجت السراب ولادي، يوم الحد خرجت السراب ولادي، واللي يلقاني يزاودني بالنية، واللي يلقاني يزاودني بالنية. عليت عيني نسمة وشبط صافي صورني، عليت عيني نسمة وشبط صافي صورني، هالنجوم يا سيدي وضاو عليا، هالنجوم يا سيدي وضاو عليا. سرك في عبادك والهوى فيك يعادي، سرك في عبادك والهوى فيك يعادي، وجودك يا سيدي محيله ولسانية، وجودك يا سيدي محيله ولسانية. صلاة وسلام عليك النبي الهادي، صلاة وسلام عليك النبي الهادي، سيدنا محمد يا خير البرية، سيدنا محمد يا خير البرية. صلوا يا عباد على النبي الهدي. كما كتشوفوا هنا راني كملت هذاك الحربول اللي عندي، كنجمعو مزيان من داك الأطراف باش ما يتحلش، صافي وغادي نجيب اللوز كومكاسي هو فاش غادي نلويه، كنت قبل درتو معكم باللوز إيفيلي، يعني بأي حاجة اللي كان عندكم للتزيين، إلا ما كانش راكم تدهنوه غير بصفر البيض مع نسكافيه وتديروا فيه دوك الخطوط حتى هو تيجي زوين، يعني كل واحد تيمشي على شنو اللي عنده في الدار ديالو. صافي أنا بعد ما كملت الحرابل بجوج ها نتوما كتشوفوا دهنتو بداك أبيض البيض نيت اللي كان بقى ليا، وغادي نحربلو كذلك في هاد اللوز كومكاسي أو كاوكا ولا الزنجلان أي حاجة عندكم، أولا كيما قلت لكم تخليوه تزيين عادي يعني غير بالنسكافيه والبيض اللي كندهنوه كيما تندهنو الفقاص العادي، حتى هو راه تيجي زوين. الإنسان كل واحد على شنو متواجد عنده في بيتو، كل واحد على شنو هو تيحب، هادشي اللي كاين. من بعد غادي نتقبهم مزيان باليبرة باش ما تيتفرقع لياش الفقاص، وغندخلو الفرن على درجة متوسط، يعني أنا درتو على 150 درجة، وخليته يعني يطيب على المهل ديالو، وتتنفسيلو شي شوية الفران يعني ما تتخليهش الفران ما تتسديهش، بالخصوص إلا كان الفران ديال الغاز كتنفسيه واحد شوية، أنا الفران عندي فيه الفرفارة، واخا هكاك تنخليه مرة تنحلو ونسدو باش الفقاص ما تيتفرقعش.
المهم هذه هي. نتوما كي تشوفوني راني تندق تما فيه بالشوكة أو بالكوردون، دقوه مزيان باش ما يتفرقعش، وخليكم معايا حتى نوريكم الشكل النهائي ديالو. صلوا يا عباد على النبي الهدي سيدنا محمد شفيع العباد سيدنا محمد شفيع العباد الله. كما كتشوفوا بعد ما خرجت دوك الحرابل ديالي لويتهم هكا في السلوفان وخليتهم واحد شويه صافي. ومن بعد راه بديت أنا قطعته في النهار ديالو، يعني ما خليتوش يبات أولا، في الليل راني بديت تنقطع فيه. صافي راه ما فيه حتى كسور، يعني تيتقطع بكل سهولة، ما تتكسر منه حتى شي حاجة. وكما كتشوفوا الحربون راه ما مفرقع ما مشقق ما حتى شي حاجة، يعني ناجح 100%. ها نتوما كما كتشوفوا إن شاء الله، نتمنى من الله أنكم تجربوه. لموني لموني ولا جبروت بياض لموني لموني ولا جبروت بياض سيدنا محمد في راسي والنايا سيدنا محمد في راسي والنايا. هذا هو الشكل النهائي البنات كما تتشوفوا بعد ما قصيته ودخلته الفران تحمر من الجهتين. راه تيجي هماوي وزوين، تيجي عامر من الداخل، يعني كي كتشوفوا راه تيجي كله عامر. نتمنى من الله انكم تجربوه وتردوا عليا في التعاليق. شكرا لكم بزاف، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد بحول الله. دمتم في رعاية الله.